السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية الثعبان الأبيض في المنام ما هو إلا رمز على وجود عدو يتربص بالحالم. طيب، رؤية الثعبان في المنام إذا تلقى الرأي لدغة منه فهو دليل على إن العدو سيتغلب عليه، كما إن هذا الحلم بيعبر عن خطر وشيك يقترب من الرأي أو بعض الأزمات والصعاب التي ستحل في حياة صاحب الحلم. رؤية الثعبان الأبيض في المنام دليل على الخوف والقلق التي يمتلك صاحب الحلم بخصوص مستقبله. إذا رأى الحالم إن الثعبان الأبيض يلدغه في يده اليسرى، بيكون دليل على إن الحالة النفسية للحالم سوف تتدهور بشكل كبير. كما بتدل هذه الرؤية على كثرة الهموم والمشاكل، وهي من الرؤى الغير محببة. أما رؤية الثعبان الأبيض يلدغ الحالم في يده اليمنى بتكون مؤشر على إن الرأي كثير الإسراف والتبذير في أمواله، بالتالي هذا الحلم عبارة عن تحذير للحالم. ورؤية الثعبان الأبيض في المنام يمكن أن تكون لها دلالات طيبة حسب المفسر ابن سيرين. يمكن أن تدل رؤية الثعبان الأبيض في المنام على أن الرائي سيشفى من مرض أصابه، أو أنه سيحصل على أيام سعيدة في المستقبل، وأن كل ما مضى من الصعاب انتهى. حلم الثعبان الأبيض للعزباء: وجود أعداء في حياتها يتربصون بها، وهذا ما يدل على رؤية الثعبان الأبيض في منام الفتاة العزباء. تدل الرؤية على وجود بعض المشاكل التي تهدد حياة الحالمة، وخاصة حياتها الشخصية أو العاطفية. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها إنها قتلت ثعبان، فهذا دليل على إصابة عدوها بالوهن والضعف. كما يمكن أن يعبر حلم قتل الثعبان على أن الحالمة تمتلك قلب تقي ونقي بيخاف الله في شتى أمور حياتها. وقد تدل الرؤية قتل الثعبان الأبيض في منام العزباء على أن الله سيفتح لها أبواب الرزق بإذن الله تعالى. أما الثعبان الأبيض في منام المرأة المتزوجة: إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها تعبان أبيض، فهذا دليل على أن كل المشاكل التي كانت تعاني منها ستحل بإذن الله. كما بيعبر هذا الحلم على ضعف كل المتربصين بحياتها وسعادتها. ورؤية الثعبان الأبيض في منام المتزوجة أيضا بيدل على قرب الفرج وذهاب الهموم وحصول خير كبير في حياتها. وإذا كانت المتزوجة تعاني من مرض، فهذه الرؤية دليل على الشفاء القريب. أما إذا رأت المتزوجة أنها تهاجم الثعبان الأبيض في منامها، بيكون دليل على أنها قادرة على التغلب على أي مشكلة تواجه حياتها وتشعرها بالحزن. كما بتدل أيضا أنها تستطيع الوفاء بكل واجباتها تجاه أولادها وزوجها. أما بالنسبة للتعبان الأبيض في منام المرأة المطلقة، بنقول هنا إنه مؤشر على انتهاء كل المشاكل التي كانت تعيشها. أما إذا رأت المطلقة في منامها أنها تهاجم الثعبان الأبيض في منامها وتم قتله، فده بيكون دليل على ان الله سيخلصها من كل المشاكل عن قريب، وان حياتها ستتحسن للافضل باذن الله. اما بالنسبه اذا رأت المراه الحامل في منامها ان هناك ثعبان ابيض يتحرك في اركان المنزل، فهذا بيكون مؤشر على تمتع الحالمة بطاقة إيجابية وأفكار متزنة. بينما إذا رأت إن الثعبان الأبيض ثابت في مكانه، فهذا بيكون مؤشر على عدم اتزان أفكارها في الفترة الحالية. أما إذا رأت الحامل إنها تقوم بضرب الثعبان وإنها قامت بقتله، فهذا بيدل على قرب الفرج، وإن حياتها ستتغير نحو الأفضل، وإن الله سيرزقها من أوسع أبوابه. تفسير الثعبان الأبيض في منام الرجل: إذا رأى الرجل في منامه إن ثعبان أبيض يخرج منه أو من ملابسه، فهذا بيعبر على إن الرجل سيعاني من إفلاس وفقر يصيبه. كمان بنقول إنه يعبر الثعبان الأبيض في منام الرجل على كثرة أعدائه والمكائد. أما إذا رأى الرجل إنه يقتل الثعبان في منامه، فهذا بيكون دليل على انتهاء كافة المشاكل وتخلصه من أعدائه وكل الأحزان والهموم التي كان يعيشها. كما بيدل قتل الثعبان الأبيض في منام الرجل على إن الله سيمن عليه بالرزق واسع، وإن حالته ستتغير إلى الأفضل، وإنها ستتفوق في حياته وسيصل إلى أعلى المراتب التي يصبو لها. الحلم بلدغة الثعبان الأبيض مؤشر على أزمة مالية أو حتى علامة على وجود مشكلة في المستقبل. يعتقد النبي يدل على وجود شخص يمكن أن يكون هو المتسبب في الضرر، وبيضع الحالم في موقف صعب. بالإضافة إلى ذلك قد ينظر إليه على أنه تحذير بالابتعاد عن الرغبات الدنيوية والتركيز على الأمور والواجبات الدينية. بالنسبة للنساء العازبات قد يعني ذلك الحزن بسبب المشاكل العاطفية. رؤية الحالم إنه ثعبان أبيض يطاردك هو علامة على إنك محاط بأشخاص سيئين أو سلبيين بيخططون لك
بتكون دي إشارة تحذيرية لك. يجب أن تكون يقظ وتظل مركز في تحقيق أهدافك. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.